السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يعني عملت أكتر من فيديو، والله ما في حتى بال إن الواحد ولا المود المزاج إن الواحد ينزل حاجة أو يعني ما يعني سيم أول قرف. أنا بس يعني تعليقي، يمكن أنا عملت أكتر من فيديو على حدودة فتوح وحمدان وخلافه، إنما والله ما نزلتهم. يعني لسه ما عارفين، لمجرد بس إن الواحد ينزل فيديو قرفان حتى من الجو العام ومن المنياكة اللي بتحصل. إن يعني طب يعني مش فاهم وآخرتها إيه. أنا يعني أنا مش عارف وهترسل إيه، والله أنا خايف. والله يعني ربنا يستر. كان جون إدوارد اللي أنا بعتبره صفقة الزمالك أو أحسن صفقة زملكاوية في 10-20 سنة فاتهم، تقولوا عليا كذاب. وحتى لو لا قدر الله ويتش، يعني كل الإشارات بتقول إن التجربة هتنجح، حتى لو التجربة ما نجحتش بالنسبة المطلوبة، يكفي شرفا وفخرا إن هو قدر يعمل حاجة احنا كزملكاويه بقالنا سنين السنين مش عارفين نعملها. الهدوء، البعد، مفيش اعلام، مفيش حد عارف ياخد خبر، مفيش حد عارف ياخد خبر. الناس ما تعرفش صوت جون إدوارد الا امبارح في موضوع القرعة اللي حصلت دي. وحشنا قوي يا إدوارد صوت الجرس، وحشتنا الفيديوهات اللي انت كنت بتنزلها كل يوم حد. وانا يعني مني مش متابع جيد جدا للايام او باعتبار ان انا في دنيا تانية، يعني اكتشفت ان هو يوم الحد. وطبعا الاوساخ مش هيسيبوا الموضوع يعدي. هو جون إدوارد راجل مسيحي، الاجراس الفيديو اللي بينزل يوم الحد وبتاع حاجه اخر وسخه في الدنيا. بصوا، المهم يودوا البلد في داهيه، المهم يودوا الزمالك في داهيه، ولا فريقهم حاجه، ولا منتخب ولا زمالك ولا بلد ولا مصلحه عامه ولا يكش تولع، ولا في دماغهم الدنيا. طب واحنا هنفضل في القرف ده لغايه امتى؟ يعني المصلحة العامة الجرس والحد يا اخي جرس. طب ما في جرس مدرسة يعني، او في جرس باب، اشمعنى يعني بقى جرس كنيسة مثلا؟ ايه الفكرة؟ منين يعني؟ مالهم اخواتنا وحبايبنا وفي وسطينا وبعدين الدين لله والوطن للجماعة، وانت يا مسلم يا جميل يعني ايه فكرتك؟ يعني ايه الشعائر والفرائض وبتاع؟ يا اخي خلي يعني كله عند ربنا، كله عند ربنا. يعني احنا يعني بنبذل، بنجتهد قدر المستطاع، الصلاة، دعاء، شغل بتاع، وكله عند ربنا. فاهدوا وما تودوش البلد في داهية، وخلي الكل يشتغل. واخونا جان ما تحطش ودانك لولاد الوسخة دول. انا عارف ان انت اكبر من هذا، انا عارف ان انت اكبر من هذا. فس دماغك خالص. اوسخ انت عامل لهم شيكابالا، كان عامل لهم هسس، انت عامل لهم اساس. ده انت عملت في فترة شهر اللي ما عملوش حد في 50 سنة. انا بقالي 50 سنة بشجع، محدش عارف يعمل معاهم اللي انت عملته ده. فشابوه ليك طبعا، انت اعظم صفقة حصلت للزمالك في اخر سنين طويلة قوي. وطبعا البهوات الزملكاوية اللي قاعدين يقول لك ازاي وما ازاي عملتوا ايه؟ اللي تنجح وما تنجحش عملتوا ايه؟ انتوا عملتوا ايه؟ هتسيبوا الراجل يشتغل بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو، وعلى قد لحافك.
وبيعمل من الفسيخ بتاع. انما انتوا بقى ازاي في حد غير زملكاوي يجي وينجح؟ ازاي يجي حد وينجح؟ لا، لازم يتكسر، لازم التجربة دي مش عارف ايه، لازم يبقى من ابناء نادي الزمالك. يا سعادة ابناء نادي الزمالك، سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يشتغل. جبنا كل ساعة منكم 1000، عملتوا ايه؟ ولا حاجة. كل الشكر والتقدير لكم طبعا، انا لا اقلل، بس شيء بالشيء يذكر. اهدوا على نفسكم وخلوا الراجل يشتغل. وانا دايما كنت اقول مش على يبقى مدير رياضي، حتى اللي هيمسك رئيس نادي الزمالك ايا كان، اقسم بالله لو محمود الخطيب نفسه، وشوفوا احنا كاريينه قد ايه وكاريين الاهلي قد ايه، لو محمود الخطيب نفسه جه مسك نادي الزمالك هنقول شابوه لرئيس نادي الزمالك. هو هبل. اهدوا على نفسكم وخلوا الدنيا تشتغل، وسيبوا الراجل يشتغل. الراجل عامل حالة رائعة بكل المقاييس، و يعني إلى حد ما ناجح. كفاية الهدوء، مفيش زيطة، مفيش كلام. بقرش ونص لعيبتك خارجة بفلوس، واللي داخل بقرش ونص. اللي خارج ولا أول مرة كنتوا بتزهقوا باي باي ويترموه ويطلع يبقى عليك فلوس للاعب الفلاني والعلاني والفيفا وبتاع. هو مش عايز يعمل الكلام ده، هو مش عايز يعمل الكلام ده. تجربة ناجحة بكل المقاييس. ويا جبل ما يهدك ريح يا جون، ما يهدك ريح. هيفضلوا يقولوا وعمولة سيب، احنا راضيين، احنا مبسوطين، احنا مش فارقنا خالص كل اللي انتوا بتقولوه. سيبوا الراجل يشتغل. والزملكاوية خلوا التجربة تنجح. واللي مش لاقي نفسه او كان متعشم في فرصة في نادي الزمالك ولم يحصل عليها، عليه الاتيان بأي فرصة في اي مكان تاني، وله منا كل احترام وتقدير. حامد حمدان وزيزو وجهان ليس العملة واحدة. الحافي ابن الحافي، الواطي ابن الواطي، جعان ابن الجعان، طيزة. حمدان الراجل ابن الراجل، الذكر ابن الذكر، المخلص ابن المخلص. ده كان اهلاوي الاول، اوكي. اللي كان اهلاوي الاول مش عايزكم. اللي كان اهلاوي الاول بيقول زمالك والا. اللي كان اهلاوي الاول بيقول لك هعتزل الكوره. اللي كان اهلاوي الاول عايز الزمالك باي شكل من الاشكال. ده راجل يتحط يعني في عينينا من جوه. هذا راجل تعرض عليه من بيراميدز كما يقال 22 مليون، قال لك الزمالك ممكن الزمالك مش هياخد فيه نص هذا المبلغ. قال لك الزمالك حلم عمره وحلم اهلي في غزه وخلافه كذا. تعبكوا قوي قوي. زي فاكرين عدلان، اسمه عدلان، الراجل بتاع الجيش، طلائع الجيش اللي هو بتاع اليد ده، ازاي يصر على انه يلعب للزمالك؟ مفيش حاجه اسمها كذا، لازم يتكسر، لازم يتجاب، لازم يسف التراب، لازم. وهكذا ما يحدث مع حامد حمدان من الركائز الاساسيه، من اللي مش عارف ايه المهلبيه. طب ما هو سعادتك رضا دوت اللي انتوا اديته الاهلي ما كان من الركائز الاساسيه، وقعد معانا قبل الاهلي ونزل من معانا الاهلي، اتعاقد معاه في نص ساعه وكان من الركائز الاساسيه. والمعرصين كل معرص واخوه يطلع يقول لك ايه وازاي الاهلي هيعطل الصفقه. ازاي محمود الخطيب اكبر من انه يعطل الصفقه. يا عم يا جدعان ارحمونا بقى، ارحمونا. انا فاهم ان ده اكل عيشكم والريتش والبتاع. وبص على الفولورز او السبسكرايبر بتوع الناس دي، تجد ان هم حاجه بطيخه يعني كل اللي هاممهم ان السبسكرايبر بتاعهم يعلى ويبقى في ريتش كبير، ويغلطهم وينافقهم ويغيروا العقيده. ما عندهمش اي مشكله خالص في الموضوع ده.
اهم حاجه بيجني تجدني. ويزعلوا قوي من هنا حمدان انه مصر على انه يروح نادي الزمالك العشق. ده كان لابس فلينة النادي الاهلي. طب ايه المشكله؟ طب ما هو اسمه ايه امام عاشور اكبر زملكاويه في الكوكب، هو وابوه وعيلته كلها، وبقى في الاهلي. بس اللي في القلب في القلب عمره ما يتغير، وانتم تعلموا هذا. وده اللي تعبكم، ده اللي تعبكم، ان امام عاشور ابننا الزملكاوي الغالي زملكاوي، وانتم تعلموا هذا. فيا طيزو، في رجاله، في ناس ما بتبيعش نفسها بالفلوس. وبعدين ده انت مش بالفلوس، ده يا راجل يا راجل، ده احنا كنا بنقول 120. استر يا رب، اتضح ان انت اكتر من 160 مليون في السنه. ليه ان شاء الله؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ده انت يا ابني سنتين وهتبطل كوره. انت سنتين يعني انا ما اعتقدش ان انت هتكمل عقدك مع النادي الاهلي. لو هو عامل لك عقد ب3 سنين، انا لا اعتقد ان انت هتكمل عقدك معاه. شوف التجاعيد في وشك بقت عامله ازاي، وشوف السن. وهل انت لو لعبت هتبقى بنفس جوده كذا؟ ما تبصش لواحد زي عبد الله السعيد. ده استثنائي. يقول لك ما عبد الله، كل ما اكلم حد يقول لك ما عبد الله السعيد هو 40 سنه. ربنا يديله الصحه. دول شايفين عبد الله السعيد بيعمل اللي ما بيعملوش ابن ال20. البطيخه ده يعرف يعمل كده؟ طيزه ده هو بس عليه يهيل التراب، يجري ويدبدب ويعمل وبتاع. وشكرا للمره المليون جماهير النادي الاهلي انها كانت صح. وانا اسف ان انتوا كنتوا صح، بس احنا كنا يعني مش شايفين، وكنا دايما ضدكم وبنطلع نحط عليكم عشان مفكرين ان انتوا بتقولوا كده من قبيل الاسقاط. انما اتضح ان انتوا صح واحنا اللي كنا غلط. احنا اللي كنا شايفينه بعين البطل المجوار القائد اللي ويقول لك ايه يعني الولد ده قال لك حمدان، قال لك محمد حمدان انا الزمالك ولا العب ولا اقسم العام. ده يطلع يحلف ببنته، يخرب بيت سنينك، يخرب بيت سنينك. يحلف بالله وبكل الاعراف وبنته انه زملكاوي للابد وبتاع. هو اصلا ماضي. يقول لك صعيد. صعيد ايه الصعيد؟ دول الرجاله. انت لا تمت للرجوله بصله يا طيزو يا حافي. انت لا تمت للرجوله باي صله. هيهات هيهات يعني بينك وبين الصعايده. لا لا لا، ما تحطش نفسك جواهم عشان انت بعيد قوي قوي قوي. حط حتى تبص لشكلك. ده انت عسول خالص. ده انت بسكوته يا عم. يا عم ده انت بسكوته. ده انا خايف عليك والله. ادي بالك من نفسك، ادي بالك من نفسك لحسن تتاكل. ما هو الحلو بيتاكل. ادي بالك من نفسك يا حلو. ان شاء الله تبارك وتعالى اللي بيعمله جون ادوارد هيبقى مدعاة لكل الفرق المصرية انها تحذو هذا الحذو، والتجربة هتنجح ان شاء الله تبارك وتعالى. وجمهور نادي الزمالك قادر. ومعلش احنا برضو جايين من باك جراوند صعبة قوي. يعني ما تتوقعوش ان احنا لا، بالراحة. يعني على الاقل احنا مشينا نص الطريق في الصفقات دي. ان شاء الله تبارك وتعالى اللي جاي احسن واحسن واحسن واحسن. فتفائلوا. خدوا بالكم برضو من حاجة انا عايز افكركم. ده كان عندنا سكواد واسماء وما زالوا موجودين في الزمالك. حاجة مصيبة سودة، حاجة عافية، حاجة تشرف. كانت الفكرة بس التكملة، ان انت تكمل، ان انت تجيب حد وتكمل عليه. هما عرف جون ادوارد ان يكمل معاه، ان يجيب حد يعوض الجزيري ويعوض ناصر منسي، نجيب حد يعوض في خط الدفاع، نجيب حد مركز 6 ما كانش فله دونجا، جاب لك ربيع وعايز يجيب حمدان وجاب. انا بقى عايزكم تركزوا على 2. طبعا عندنا ناصر ماهر وعبد الله السعيد، حدث ولا حرج. انا بقى بقول لك على 2 ركز معاهم وافتكر الفيديو ده لان هفكرك بيه. ده احنا تقريبا في اخر شهر 7 وداخلين ربنا يدينا ويديكم طولة العمر في اغسطس. افتكروا صفقتين وشوفوا اللي هيعملوه في الدوري المصري.
لو احنا اعتبرنا ان احمد حمدي برجوعه ده صفقة، وطبعا احنا يعني كنت بقول عليه هو خليفة حسام غالي، وطريقة لعبه وجمال أدائه هو حسام غالي الأهلاوي الجميل. وعلى الجانب الثاني آدم كايد. افتكروا احنا عندنا ناس حريفة جميلة قوي، عبد الله السعيد، عندنا ناصر ماهر. افتكروا بقى حرفنة احمد حمدي اللي احنا شفناها، وركزوا قوي 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 مع ادم كايت، وشوفوا جمال الاداء. شوفوا الولد ده وهتعرفوا انه من الصفقات اللي هتعمل انقلابه في الكرة في مصر. وانا اهو انت اهو، واللي بينا شكرا 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 جون ادوارد على كل اللي انت بتعمله لجماهير نادي الزمالك، وان شاء الله اللي جاي احسن، والخير اللي جاي كتير. اشوفكم على خير.